ما بتجيبش لعيبه عليها الطلا، بتفاوض اللعيبه في الميركاتو. يعني انت فاهم الميركاتو بادئ، بتبدا بقى هنبدا نتكلم وهنبدا نشوف. انت المفروض اصلا من قبل الميركاتو ما يبدا، انت خلاص انت مثلا 10 لعيبه، 10 لعيبه مثلا في مراكز مختلفه. خلاص الميركاتو لسه ما بداش، هنبدا نتكلم نفتح كلام معاهم. لما الميركاتو بقى يبدا خلاص نبدا نتفاوض ونعمل ونخلص كمان مع لعيب قبل الميركاتو. يعني انت تبقى مخلص مع لعيبه قبل الميركاتو كمان ما يبدا. لا انت بتستنى الميركاتو يبدا، وبعد كده بقى احنا هنشوف، يعني هنشوف كذا، احنا هنفاوض كذا، احنا هنتكلم مع كذا. طب وبعدين؟ اديك اللي انت الوقت تقريبا 14 او 15 يناير، انت ما فيش صفقات جبتها. النادي الاهلي محتاج له 5 6 صفقات ولا واحده اجت. طيب ماشي، هتجيب مثلا لسه 15 يوم عدوا، من لسه 15 يوم او 20 يوم. طيب هتلحق تجيب 5 6 صفقات؟ لا طبعا. هتجيب لي صفقه او اتنين بالكتير قوي. وفي كلام ان ثلاثي بيراميدز اللي هو العش والبنوبي وزيكو هيجوا. طيب هم دول تقريبا لو خلصت فيهم، هم دول هيبقوا الميركاتو بتاعك في يناير، ان انت هتجيب 3 لعيبه دول. طب ماشي،